يا أهلا بالفيلموية. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة حابين نشكركم على تفاعلكم ودعمكم على فيديوهاتنا، فما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نبدأ فيلمنا. في يوم وهو سايق عربيته بيقف ويبص على شوية صور ل3 كلاب واقفين في صف ومتصلة ببعض بطريقة غريبة، وبعد شوية سواق شاحنة بيوقف عربيته جنب الغابة، لكن جوزيف عنده خطط تانية وبينزل من عربيته وبيطلع مسدس وبيضرب السواق وياخده معاه. وفي نفس الوقت بنشوف بنتين اسمهم جيني وليندسي، ودول صحاب من أمريكا جايين ألمانيا علشان يقضوا أجازة ورايحين نادي الحفلة بالليل، وبيتصلوا بالنادي وياخدوا العنوان، وبعدها بيجهزوا وبيطلعوا بالعربية الإيجار. وليندسي وجيني لسه جداد في ألمانيا فمش عارفين المنطقة كويس، وهم سايقين للنادي بيلاقوا نفسهم داخلين على غابة من غير ما ياخدوا بالهم، وهم مكملين كاوتش العربية بيتخرم، وبيكونوا في نص الطريق ومفيش حد حواليهم، وبيحاولوا يتصلوا بخدمة العربية بس مفيش شبكة في الغابة ومفيش حد حواليهم، فبيقفلوا على نفسهم في العربية ومش عارفين يعملوا ايه. وفجأة واحد بيجي بعربيته ولما بيشوفهم بيطلبوا المساعدة بس هو مش فاهم لغتهم وبيعمل إشارات غريبة، فبيخافوا وبيطلبوا منه انه يمشي. وبعد ما الراجل بيمشي ليندسي وجيني بينزلوا من العربية وبيمشوا في الغابة علشان يدوروا على بيت يطلبوا فيه المساعدة، وبعد شوية بيلاقوا بيت منور ولسه المطر بيبدأ ينزل. بيخبطوا على الباب وبيفتح لهم جوزيف صاحب البيت، والبنات بيطلبوا مساعدة وجوزيف بيسألهم إذا كانوا مع حد تاني، ولما بيقولوا لا بيبص بره، ولما ما بيلاقيش حد بيدخلهم جوه وبيشرحوا له إنهم سياح وكاوتش العربية اتخرم وهم في طريقهم للنادي، وبيطلبوا منه يتصل بميكانيكي، وجوزيف بيسألهم إذا كانوا قرايب، ولما بيردوا إنهم لأ بيحس بسعادة غريبة، وبيروح للمطبخ وبيحط مخدر في كوباية مية وبيقدمها ليندسي وجيني، وليندسي بتشربها بس جيني بتوقع الكوباية بالغلط، وده بيخلي جوزيف يتعصب، والبنات بيستغربوا من تصرفه بس مش عارفين الخطر. وبعدين جوزيف بينزل للبدروم وبيرجع بحقنة، ولما ليندسي بتبدأ تحس بدوخة جيني بتخاف وبتسأله في ايه، وجوزيف بكل بساطة بيقول لها انه خدرها، وجيني بتحاول تجري بس جوزيف بيمسكها وبيحقنها بنفس المخدر وبتفقد الوعي. ولما ليندسي وجيني بيفوقوا بيلاقوا نفسهم في بدروم بيت جوزيف واللي حولوا الغرفة طبية، وبيكونوا مربوطين في سراير وايديهم ورجلهم متكتفة، وبيصرخوا للمساعدة بس مفيش حد بيسمعهم غير صدى صوتهم. وفي سرير تاني في راجل تاني مربوط واللي هو سواق الشاحنة اللي جوزيف خطفه في البداية، وجوزيف بيدخل وبيقول للسواق ان أنسجة جلده مش بتطابق مع البنات ولازم يموت، وبيحقنه بحقنة سامة، والسواق بيموت برغم صراخه. وبعد كده جوزيف بياخد جثته وبيدفنها في الحديقة، وبعدها جوزيف بيخطف راجل تاني في عربيته وبيجيبه بيته وهو فاقد الوعي، والراجل ده من اليابان وجاي ألمانيا في أجازة واسمه كاتسورو، ولما بيفوق بيبدأ يصرخ لأنه مش عارف هو فين، وليندسي وجيني خايفين ومش عارفين جوزيف ناوي يعمل ايه. وبعدين جوزيف بيجي وبيحكي لهم عن نفسه وبيقولوا انه جراح معتزل، وهنا بنعرف انه دكتور مجنون كان بيشتغل على فصل التوائم الملتصقة، ودلوقتي عايز يعمل تجربة محدش عملها قبل كده، ومن كام شهر جرب يربط 3 كلاب مع بعض، وجوزيف بيشرح انه ناوي يعمل نفس الحاجة معاهم لان أنسجة جلدهم متطابقة، وبيقولوا ان اول حاجة هيكسر أربطة الركبة علشان ما يقدروش يقفوا على رجليهم، وبعدين هيشيل أسنانهم وده بيتسمى ثلاثي التوأم السيامي، وهيشاركوا جهاز هضمي واحد، ولما الأولاني ياكل الأكل هينتقل لبق التاني والتالت، ولما بيسمعوا الكلام ده بينصدموا. وجوزيف بيحقن كاتسورو علشان ينام ويبدأ تجربته البشعة، وهو دكتور مجنون وبيعمل تجارب مقززة على ناس أبرياء. وبعدين بيحقن جين علشان تفقد الوعي، ولما بيجي يحقن ليندسي بتقدر تفك نفسها بسنانها وبتجري، بس إبرة بتدخل في إيديها وبتنزف، وليندسي بتهرب من الغرفة بس وهي مرعوبة بتقع في حمام السباحة، وجوزيف بيقف مستنيها وبيقول لها إن هروبها ملوش فايدة وكنتيجة هيخليها في النص في تجربته البشعة. وجوزيف بيقول لها إن العملية هتاخد وقت طويل علشان تتعافى وهتكون مؤلمة جدا، وليندسي من يأسها بتقول له يقتلها أحسن، وجوزيف بيقفل غطا حمام السباحة عليها، وكان متوقع إنها هتطلع في الآخر، بس قبل ما الغطاء يقفل تماما ليندسي بتهرب وبتجري لأوضة العمليات وبتحاول تهرب مع جيني، وهي بتحاول تهرب من البيت مع جيني جوزيف بيضربها من ورا وبتفقد الوعي، وبياخدهم وبيرجعهم لأوضة العمليات. وبعد كده جوزيف بيلبس ملابس الجراحة وبيبدأ العملية، وبيكسر أربطة الركبة وبيشيل أسنانهم وشفايفهم وفكهم ويوصلهم ببعض، وبعد ساعات طويلة العملية بتخلص. وبعد كام يوم بنشوف اختراع جوزيف الحريش البشري، واللي مكون من كاتسورو في الأمام وليندسي في النص وجيني في الخلف، والتلاتة متوصلين ببعض وبالعافية بيقدروا يزحفوا على ركابهم، وجوزيف بيحاول يدربهم كأنهم حيوانات أليفة زي الكلاب وبيحبسهم في قفص كلاب،
وبيجبر كاتسورو ياكل أكل الكلاب، وبالليل لما بيرفض ياكل جوزيف بيضربه بوحشية، وده بيستمر الأيام ولحد ما في يوم بياخدهم الحديقة. بيؤمر كاتسورو يمشي زي الكلب ويقف قدامه، وبيطلب منه يعض الجزمة بتاعته زي الكلب. وفي يوم جوزيف كان في حمام السباحة والتلاتة بيحاولوا يهربوا، بس بيمسكهم وبيضربهم بوحشية. وبعد كده جوزيف بيعمل فحص طبي وبيلاقي ان كاتسورو حالته كويسة، بس ليندسي عندها امساك، وده بيزعج جوزيف لان تجربته مش شغالة زي ما كان متوقع. وبعدين بيفحص جيني وبيكتشف انها قربت تموت بسبب عدوى شديدة من اكل فضلات ليندسي. ولما بيعرف ده جوزيف بيفكر يلاقي بديل لجين عشان يحافظ على تجربته البشعة. وفي الوقت ده بيجي 2 محققين لبيت جوزيف وبيحققوا في اختفاء 3 سياح، والمحققين بيسألوه عن عربية جنب بيته كان راكب فيها بنتين، ودول جيني وليندسي اللي مختفيين من كام يوم، وبيسألوه إذا كان شافهم. وجوزيف بيقول لهم إنه دكتور معتزل وبيشتغل من البيت فما شافش البنات. وبعد كده المحققين بيقولوا إن في حد سمع أصوات بنات من بيته، وده بيخلي جوزيف متوتر، بس بسرعة بيبدأ يخطط خطة شريرة، وفاهم إن المحققين ممكن يكونوا ضحايات جداد، وبيقرر يخدرهم ويعمل عملية ويربطهم مع كاتسورو وليندسي عشان يكون حريش مكون من 4 أشخاص ويستبدل جين اللي بتموت. وبعد كده جوزيف بيسأل المحققين إذا كانوا عايزين يشربوا حاجة وبيطلبوا قهوة، بس هو بيقول لهم إنه عنده مية بس. بيروح للمطبخ وبيحط مخدر في المية، ولما بيرجع بيقدم لهم المشروبات. واحد من المحققين بيحس إن في حاجة غلط فمش بيشربها، وجوزيف بيحاول يجبره يشرب، بس المحقق بيوقع الكوباية على الأرض، وجوزيف بيعمل إنه هيجيب فوطة وبيروح للبدروم وبيرجع بحقنة مخدرة، بس هو راجع الحقنة بتوع قدام المحققين. ولما بيشوفوا كده بيشكوا وعايزين يفتشوا البيت، بس جوزيف بيقول لهم إنهم مش معاهم إذن فما يقدروش يعملوا حاجة. وبعد كده المحققين بيمشوا عشان يجيبوا إذن تفتيش، وبعدها جوزيف بيدخل أوضة العمليات بس مش بيلاقي ال3، وبيبدأ يدور عليهم ومش عارف إن كاتسورو مستخبي قريب ومعاه سكينة. ولما جوزيف بيقرب كاتسورو فجأة بيهجم عليه وبيطعنه وبيجرحه، وفي معركة يائسة كاتسورو بيعض ودن جوزيف وبيسيبه مصدوم وبينزف. وبعد كده بيحاولوا يهربوا، بس هما بيطلعوا السلم على ركابهم بيلاقوا صعوبة شديدة بسبب التوصيل بينهم، والدم بيبدأ ينزف من أماكن الجراحة، ومع ألم شديد بيكملوا وبيتحركوا لغاية ما بيوصلوا لأوضة جوزيف. وكاتسورو بيبدأ يكسر الإزاز علشان يهرب من البيت، بس وقتها جوزيف بيلحقهم. وفي اللحظة دي كاتسورو بيقول إنه دايما عامل عيلته بطريقة وحشة وإنه يستحق المصير ده، وبقطعة زجاج بيقطع رقبته وبيموت. وفي الوقت ده المحققين بيرجعوا للبيت ومعاهم إذن التفتيش، وبينادوا على جوزيف، ولما بيلاقوا إنه مفيش رد بيطلعوا مسدساتهم وبيتحركوا بحذر في البيت. وجنب حمام السباحة بنشوف جوزيف مصاب ومستخبي ونفسه تقيل وعينيه مليانة شر، والمحققين بيتفرقوا عشان يفتشوا البيت، وواحد منهم اللي شرب المية اللي قدمها جوزيف بيبدأ يحس بدوخة. ولما بيوصل لحمام السباحة بيشوف جوزيف، بس جوزيف بيضربه بالنار وبيقتله. والمحقق التاني بيروح لأوضة العمليات، بس في البداية مش بيلاقي دليل، لكن في الأوضة بيلاقي الحريش البشري ومصدوم من حالتهم، وبيخاف وبينده على زميله. ولما ما بيلاقيش رد بيروح يدور عليه، وفي الآخر بيوصل لحمام السباحة وبيلاقيه ميت. وقبل ما يقدر يتصرف جوزيف بيضربه بالنار، بس في لحظاته الأخيرة المحقق بيجمع قوته وبيضرب جوزيف في راسه وبيقتله، وفي النهاية المحقق كمان بيموت. وفي الوقت ده بنشوف جيني وليندسي ماسكين ايدين بعض وهما بيزحفوا على ركابهم، وبعد شوية جيني بتموت وليندسي بتبدأ تعيط وعارفة انها دلوقتي لوحدها في البيت ومحبوسة على ركابها بين الجثث. ودي بتكون نهاية فيلمنا النهاردة. قولوا لنا رأيكم في الفيلم في التعليقات، ولو عجبكم فيديو النهاردة اعملوا لايك واشتراك علشان تشوفوا ملخصاتنا اللي جاية. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.